إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونلتقيكم في بث برنامج جديد. فقرات برنامج اليوم تتضمن حصاد الأخبار، تليه خلفية تاريخية عن مهرجان كاسل الحلقة الأولى، ثم نقدم لكم كالمعتاد حلقة أخرى في برنامج في حضرة الوطن. فإلى أولى فقراتنا التي نستهلها بعناوين الحصاد. غرفة حدريجة قانونا أو أمانة أبطالنا في البالتوك تجري حوارا مع رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. فرع المنطقة الثانية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية يعقد مؤتمره الثالث. الأمن السوداني يداهم مقر جالية النظام في الخرطوم. رحيل الفنانة القديرة سهيت براخي. ومن العناوين إلى التفاصيل. أجرت غرفة حدريجة قانو في البالتوك حوارا مع الدكتور يوسف برهانو رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية حول الوضع السياسي الإريتري. استهل الدكتور حديثه بالقول أن الذكرى 27 للاستقلال تمر هذه الأيام، والشعب الإريتري الذي دفع في سبيله الغالي والنفيس لا يزال يئن تحت وطأة أسوأ نظام ديكتاتوري. وأضاف: بالتأكيد لم تكن تلك التضحيات لاستبدال طغيان أجنبي بطغيان وطني، كما لم تكن لتحرير الأرض دون تحرير الإنسان، وإنما لتحرير الأرض والإنسان معا. فتحقق الهدف الأول، وما يزال النضال جاريا من أجل تحقيق الهدف الثاني. وأضاف: كنا ندرك طبيعة نظام أسياس إن لم يكن بهذا السوء الذي ظهر عليه الآن، وطالبنا ضرورة مواجهة سياساته مبكرا، ولكن لم تجد تلك الدعوات آذانا صاغية في حينها في غمرة الفرح بالاستقلال. واليوم تأكد لغالبية الشعب الإريتري خطورة هذا النظام على الكيان الإريتري وعلى وحدة مكوناته بسبب سياسة فرق تسد التي ظل يمارسها طوال ما يقارب 3 عقود. وبالتالي القوى السياسية والمدنية وكافة القطاعات الحية، ولا سيما قطاع الشباب والمرأة، مطالبة اليوم بتعزيز نضالاتها وتوحيد جهودها بغية الخلاص من هذا الكابوس الجاثم على صدر شعبنا، والذي حرمه من أبسط حقوقه الوطنية والإنسانية. وأشار الدكتور يوسف بأن الذكرى الاستقلال كسابقاتها ليس فيها جديد في ظل ما صرح به أحد قادة النظام قبل أيام قلائل، إذ قال إن إريتريا تعد فريدة في العالم من حيث احترام حقوق الإنسان، حيث يحصل المواطن الإريتري على حقوقه في الصحة والغذاء والمياه والتعليم والأمن، فليس هناك من يداهمه في بيته ليلا، ويستطيع المواطن السفر بحرية داخل بلاده، متسائلا أي حقوق إنسان أكثر من هذه. وعلق الدكتور على هذا الحديث بالقول: قد نعذر الرجل إن كان يعيش في غرفة مغلقة. وهذا دليل آخر على أن النظام لا يعبأ بما آلت إليه أوضاع البلاد جراء سياساته.
وحول المعارضة الإريترية أوضح أن المعارضة بالرغم من حالة الضعف التي تمر بها نتيجة عوامل ذاتية وأخرى خارجية ليس من الحكمة القفز عليها، وإنما لا بد من معالجة مواطن الخلل فيها حتى تنهض بالدور المطلوب منها. وفي هذا الصدد أشار إلى الجهود المبذولة لتنشيط هياكل المجلس الوطني وصولا إلى عقد مؤتمره الثاني حتى تتصدى القوى الوطنية لمهام المرحلة الحالية مجتمعة. وحول الدعوات بإلغاء المجلس الحالي والبحث عن مظلة بديلة، أكد الدكتور بأن هذا الأمر لا يتسق مع تحديات الواقع، فالقوى التي تعجز عن ترميم وتفعيل ما هو قائم غير مؤهلة بالطبع في إيجاد بديل في ظل المعطيات الحالية. عليه دعونا نعمل وفق المتاح في معالجة مواطن الخلل في المجلس الوطني حتى يكون في وضع يؤهله لمجابهة التحديات الوطنية الماثلة. من جهة أخرى دعا القوى الوطنية إلى المحافظة على قرارها الوطني المستقل. وبعد نهاية مداخلة الدكتور يوسف أعطيت الفرصة للمشاركين بطرح الأسئلة والمداخلات على التوالي، واتسمت الأسئلة والمداخلات بالتنوع والشفافية، كما اتسم الرد وتعليق الدكتور بالشفافية والوضوح والصراحة على أسئلة ومداخلات المشاركين في الأمسية. هذا وقد ساد اللقاء روح المسؤولية والاحترام المتبادل بين الجميع. عقد فرع المنطقة الثانية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مؤتمره في 12 من مايو المنصرم تحت شعار الصمود والتحدي من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. استمع المؤتمر إلى التقريرين الأدبي والمالي، وبعد نقاش مستفيض أجاز التقريرين. وحول واقع شعبنا أكد المؤتمر بأن حالة القمع والاضطهاد الممنهج من قبل النظام الدكتاتوري جعلته يفر إلى دول الجوار ودول العالم البعيدة بحثا عن الأمان الرافضا حياة الذل والخنوع. أكد المؤتمر أن خيار اللجوء ليس الحل الأمثل، وإنما الحل الأمثل هو إسقاط النظام الدكتاتوري وتحقيق دولة القانون والعدالة. وفي هذا السياق ناشد المؤتمر كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية لتوحيد جهودها وتصعيد وتيرة النضال لتحقيق طموحات وآمال الشعب الإريتري الأبي. وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر بصورة ديمقراطية قيادة جديدة تقود الفرع في المرحلة القادمة. أفادت مصادرنا بأن الأمن السوداني داهم في 22 من مايو المنصرم مقر جالية النظام الإريتري بالخرطوم، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على قيادة الجالية وعلى حوالي 40 شخصا ممن كانوا في المقر أثناء المداهمة. وتفيد المعلومات الواردة من هناك بأن هذا المقر كان يستخدم كمركز للتجسس لصالح نظام إسياس. هذا واستولت السلطات الأمنية السودانية على كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي كانت بحوزة العناصر داخل المقر. وفي اليوم التالي تم مداهمة سكن خاص للجواسيس وتم القبض على 7 أشخاص. وفي سياق آخر ذي صلة أصدرت وزارة إعلام النظام في 14 من مايو المنصرم بيانا اتهمت فيه السودان وإثيوبيا بالتعاون مع المعارضة الإريترية بفتح الحدود السودانية لممارسة أنشطتها المناوئة لنظام إسياس، وذلك بتمويل دولة قطر، وهو ما نفته وزارة الخارجية السودانية لاحقا واصفة الاتهام بأنه عار عن الصحة ومحض افتراء، وعلى النظام الإريتري حل مشاكله بعيدا عن إقحام السودان فيه. يذكر أن اتهام النظام لكل من السودان وقطر ليس الأول، ففي مارس الماضي اتهم نظام إسياس السودان بفتح أراضيه لأنشطة المعارضة الإريترية وبدعم وتمويل قطري، كما هو شأن الاتهام الحالي. نعت الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية الشعب الإريتري الفنانة الكبيرة سهيتو براخي التي وافاها الأجل في مدينة روتردام بهولندا في 24 من مايو المنصرم، والتي نعاها الإريتريون في وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم لهذا الفقد الجلل. وحول سيرتها النضالية جاء في البيان أنها انضمت إلى الخلايا السرية لجبهة التحرير الإريترية في بداية السبعينيات، ولعبت أدوارا نضالية مشهودة حيث تعاونت مع الفدائيين أثناء تنفيذ العمليات البطولية في أسمر. وفي بداية عام 1977 التحقت بجيش التحرير الإريتري، وثم
تم توجيهها إلى فرقة التراث والمسرح والغناء، حيث قدمت أغاني وطنية حماسية رائعة كتب معظمها كلماتها الشاعر والمناضل نقوسي هايلي بن سعي. ولعبت تلك الأغاني دورا بارزا في رفع معنويات الجماهير وشحذ همم مقاتلي جيش التحرير الإريتري البطل. وبعد هجرتها إلى أوروبا واصلت الفنانة القديرة صهيتو نضالها في إطار جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري، وساهمت بشكل كبير في أنشطة مهرجان إريتريا السنوي بألمانيا. ليس هذا فحسب، بل أهدت للتنظيم في عام 1989 شريطا أعدته في هولندا كدعم لجيش التحرير الإريتري. رحلت الفنانة الكبيرة صهيتو بجسدها، ولكنها باقية بإرثها الفني الزاخر بالوطنية، وستذكر دوما بكل فخر واعتزاز في سجلاتنا الوطنية. كربيت يخداني بنو عد خدت منه عسكر بيقوم خداني كاكي عسكر بيقوم خداني كاكي عدك وقعت ترى نبري وحتى زربو كل نبري رمبسا هبتم تزربا كل نسا على ما تحلفها ونقول أفا نسل خمشة ويتسهرفا كريقو مقدا كربيكو مرداني كاكي عديك وضعك عسكر بيكو يخداني بنو عسكر بيكو يخداني بنو عد خدتني عوايشة حيزة حلبة كتن كارقف ما يزالمو عيد الرخب صحايا عراربو ودنا زي بلو كبر عقلي محزا زي بلو مطرطري علم قدفة علم دي ودي السجير كيو استماصلي ركو ما قدامي كربيت يخداني بنو عد خدت منه لايكم تنطخ لايكم تن كبد خديلك زرق بتن تركب في السقم لا يتفتن لايكم في السن عالم جنيناتي عالم كنتو من كتب تحانتو بلا تقدفت وين سكر بيقوم واخداني كاكي سكر بيقوم واخداني كاكي عديك وقعتي سمعت تمسكر المدي اسكس حيبرق ما يداري اشتصبرو يقري لما قدامي ناس بحسبي تمسكن بلو يفتري حتنسب قدمي سب قدمي عين الطالة مسقي خيط قلمي سلعناكم لبي مستساني بليناكم سب مستساني كربيكو مقدماني كاكي كربيكو مقدماني كاكي عديك وقعتي. مهرجان كاسل في دورته 33 في مدينة ستوكهولم بالسويد. الحلقة الأولى.
تستعد مدينة ستوكهولم لاستضافة مهرجان كاسل 33 في الفترة من 20 إلى 22 يوليو 2018. ويسر مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية أن ينقل للمستمع الكريم على حلقات عبر صوت إريتريا الديمقراطية نبذة مختصرة عن مهرجان كاسل التاريخي ولماذا يتم نقله الآن إلى ستوكهولم. بدأت فكرة إقامة المهرجان من قبل قواعد جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1984، وذلك بعد أن قام فرع النرويج لاتحاد الشباب الديمقراطي الإريتري التابع للتنظيم بطرح مبادرة بإقامة مهرجان سنوي مقابل مهرجان الجبهة الشعبية الذي كان يقام في بولونيا بإيطاليا. وجاءت هذه المبادرة استجابة لرغبة جماهير غفيرة من عضوية جبهة التحرير الإريترية التي بدأت تتدفق إلى أوروبا بعد دخول جيش التحرير الإريتري إلى السودان بعد الهجوم الغادر لتحالف الجبهتين الشعبيتين في كل من إريتريا وتيغراي والانشقاق الذي حدث في التنظيم بعد ذلك. ومن أجل البت في هذا الاقتراح اجتمعت فروع جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري في هولندا بمشاركة عدد من قيادات التنظيم، فقررت إقامة المهرجان في أوسلو بالنرويج. وقد أقيم أول مهرجان مصغر في عام 1985 في أوسلو، ثم تقرر نقل المهرجان إلى ألمانيا لوجود قاعدة عريضة للتنظيم في ألمانيا فضلا عن وجود كثافة إريترية فيها. وأقيم أول مهرجان كبير في مدينة درايايش في ضواحي فرانكفورت في عام 1986، وحضره الآلاف من الإريتريين من داخل ألمانيا وعدد من البلدان الأوروبية. ثم أقيم المهرجان الثاني في المدينة نفسها. وفي العام 1988 أقيم المهرجان في مدينة مولهايم الواقعة في ضواحي مدينة فرانكفورت. وفي عام 1989 انتقل المهرجان إلى مدينة كاسل، ومنذ ذلك التاريخ ظل المهرجان يقام سنويا في تلك المدينة. وهذا المهرجان التاريخي الذي اكتسب زخما وطنيا كبيرا تحملت مسؤولية إقامته جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري، ثم انتقل إلى جبهة التحرير الإريترية المؤتمر الوطني بعد الانشقاق الذي حصل في المجلس الثوري. وأخيرا ومنذ 2006 بدأ يقام من قبل تنظيم جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية الذي انبثق عن الوحدة التي تمت بين تنظيمات جبهة التحرير الإريترية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الإريترية والجبهة الديمقراطية الثورية الإريترية CDGA. وتواصل هذا المهرجان لسنوات عديدة بجهد واهتمام كبير من قبل جميع قواعد التنظيم في أوروبا، وبصفة خاصة قواعدنا في ألمانيا. ومن الأهداف الأساسية لعقد هذا المهرجان السنوي الذي امتد ل33 عاما القيام بالتعبئة السياسية وتوسيع القاعدة التنظيمية وحشد الطاقات الوطنية في مواجهة الاحتلال الإثيوبي، ثم لاحقا بعد التحرير في مجابهة نظام الجبهة الشعبية الدكتاتوري. وفضلا عن ذلك فإن المهرجان كان موقعا هاما للقاء المهاجرين الإريتريين بكافة انتماءاتهم الاجتماعية والدينية والإقليمية. ومثل المهرجان الذي كان يؤمه الآلاف من الإريتريين من مختلف بقاع العالم بوتقة تتلاقح فيها أفكار ورؤى جماهير شعبنا من خلال ما كان يطرحه التنظيم أو ضيوف المهرجان من سياسيين وأكاديميين. وقد أطلق على المهرجان من قطاعات واسعة من شعبنا بأنه منطلق العمل الديمقراطي الإريتري في المهجر. ولا نبالغ إذا قلنا بأن مهرجان إريتريا في كاسل لعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية والمدنية المعارضة للنظام الدكتاتوري، وكان منبرا لتوضيح أهداف وسياسات التنظيم من خلال عقد سيمينارات مكثفة للمشاركين في المهرجان أو من خلال أشرطة الفيديو التي كانت توزع على نطاق واسع في العالم. كما استضاف المهرجان عددا كبيرا من المثقفين والباحثين الإريتريين لتقديم دراسات ومحاضرات تتعلق بالمسائل الوطنية الكبرى ليستفيد منها الجميع وتساعد في حشد الجماهير ضد النظام الدكتاتوري لإسقاطه وبناء نظام ديمقراطي بديل.
ويأتي في هذا السياق الدور الأساسي الذي لعبه المهرجان في توحيد قوى المعارضة الوطنية الإريترية بكافة مشاربها السياسية والفكرية، حيث صدر عن هذا المهرجان نداء كاسل في عام 2003 بتوقيع 26 تنظيما سياسيا ومدنيا إريتريا بمشاركة قيادة التحالف الوطني الإريتري، وتكونت على إثره لجنة برئاسة البروفيسور تسفاسين مدهاني وعضوية كل من المناضلين إسماعيل علي ومحمد طه توكل ويعقوب أندرياس ونصراب وتولد مدهن. كلفت بوضع دراسة حول المؤتمر الوطني الإريتري الذي دعا إليه نداء كاسل، وانسحب من اللجنة المناضل نصراب في بداية فترة عمل اللجنة. وقد تمكنت اللجنة مشكورة من إعداد دراسة قيمة حول تجارب مؤتمرات الوفاق والمصالحة التي شهدتها القارة الإفريقية وكذلك التجارب الإريترية في هذا المضمار. ولا نبالغ إذا قلنا بأن الموقف الذي بلوره مهرجان كاسل من خلال النداء الذي صدر عنه أو من خلال الدراسة التي نشرت باللغتين العربية والتجرينية وسلمت رسميا إلى قيادة التحالف الوطني كان له بصمات واضحة في عقد ملتقى الحوار الوطني ثم المؤتمر الوطني الأول في أواسا الذي انبثق عنه المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. كما كان يشارك في المهرجان ممثلون محليون عن الأحزاب السياسية الألمانية، وكانت تتاح لهم فرصة إلقاء كلمات تضامنية مع الشعب الإريتري ونضاله العادل، سواء كان في فترة النضال المسلح ضد الاحتلال الإثيوبي أو في الفترات الأولى للنضال ضد النظام الدكتاتوري القائم في إريتريا. إلى اللقاء في الحلقة الثانية مع تحيات مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. سميتا منتو لقلا إيلا دولا سميتا منتو لقلا إيلا منتو الحكام بكسو كل عقوبة مثيلا كل قدور حليبة كم سرشاكت وعيلة مثيلا منتو لقلا إيلا دولا سميتا منتو لقلا إيلا دولا سميتا منتو لقلا إيلا الحكام بكسو كل عقوبة مثيلة كل قدور حليبة كم سرشاكت وعيلة مثيلة منتو لقلا من لمسك بعواتي أكامر واتوحطر ومحير وحرميت منطقة دوم لبطر أزيمة منطقة دوم لبطر قديمة من ساحل سيب حروط من بيته وننفروي من ساسب يجد بيت بيته دول عدول تورر سلف أتام سميته دول عدول تورر سلف أتام سميته وضبهول نوي إيلا تمم لويته والله إيلا تمم لويته اللوم حيوت شقري ولاد وادي عن سبا اللوم حيوت شقري قدر ساعتهم حكونا ووقل الكي زي ما حكونا ووقل حو يا ولاد قبسا سابنا نشوف برادي نقرب بلا ذنوب نشوف لقا ورادي
مهب حاول يكونوا بالي يدبك ما بيت مهب حاول يكونوا بالي بعدها المرأة تتركب بحاجي والله تتركب بحاجي والله وردني الجفر من قال يا رد أوان شدها عيلة وعزب أو كين ولا تنقال يا من كنتم رجالي اللوح في جردته نبدأ مدام تتحدث اللوح في جردته نبدأ مدام تتحدث هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها، صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة، صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. في حضرة الوطن، في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل، حتى سموم القهر وظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي.
نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج في حضرة الوطن. يا شعب لا تشكو الشقاء ولا تطل فيه نواحك، لو لم تكن بيديك مجروحا لضمضنا جراحك. أنت انتقيت رجال أمرك وارتقبت بهم صلاحك، فإذا بهم يرخون فوق خسيس دنياهم وشاحا. كم مرة خفروا عهودك واستقوا برضاك راحة، أيسيل صدرك من جراحتهم وتعطيهم سلاحك. لهفي عليك هكذا تطوي على ذل جناحك، لو لم تبح لهواك علياء الحياة لما استباحك. شعبي، ألم يكن لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلي وترى كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم. شعبي، كم قصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في إبائي راعف فاته الأسى فلم يلتئم. كيف ألفت الظلم ولم تنفض عنك غبار الوهن، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. كيف أقدمت وأحجمت لم تثر ولم تنتقم. أسمع نوح الحزان وأطرب، وأنظر دمع اليتامى وأبسم. جميلة تكرك الثالثة حبنك وجر رويته وعتا تيما بيه درعتا يوم حتيو فريد ركا. لا تدع الظالم في أهوائه يتفانى في خسيس المغنم. رب واشعباه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة الشباب المقتحم. شعبي، كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم ساقة الخلق.
أيها الجندي يا كبش الفدا يا شعاع الأمل المبتسم، ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها أيام المجد الضمن. بورك الجرح الذي تحمله شرفا تحت ظلال العلم. يا أخي في أرضي وفي وطني أنا أدعوك فهل تجيبني؟ يا أخا أعرفه في كل المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن. لم أعد تاريخا يحكي البلاء، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد القيود، لم أعد عبد ماض هرم. أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي استمع لي، إنكم سرنا على الشوك سنين ولقينا من أذاه ما لقينا. إنكم بتنا ولقينا من أذاه ما لقينا. إنكم بتنا لاجئين أو نكن عشنا حفاة بائسين. لم تكن قد أوهنت الغربة هوانا، فوقفنا نتحدى السنين. إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا، وملأنا كأسه من دمنا فساقانا جراحا وأنينا. وجعلنا حجر القصر رؤوسا ونقشناه جفونا وعيونا. فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. أفقنا من كرانا وتراه ملأ الأفق صداه. خرجنا نبحث عن مجدنا بعد أن تاه على الأرض وتهنا. فانظر الإصرار في أعيننا وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل شبر عريت من ضياها وتغطت بدماها. يا أخي في كل واد وجمت شفتاه وفهرت مقلتاه. قم تحرر في أرضك من طواغيت القهر والذل، وانطلق فوق رباها حرا أبيا. حدثونا عن رخاء ناعم فوجدنا دربنا جوعا وعريا. وسمعنا عن نقاء وشذا فرأينا حولنا قبحا وخزيا. ورتعنا في شقاء قاتل وكفانا بؤسا شبعنا وريا. وعرينا وكسونا غيرنا وكسبنا القيد والدمع السخيا. أين تلك الأرض من حجبها؟ نحن شدناها برنات الفؤوس وأجعنا في الدجى أطفالنا لنغذيها. وجدنا بالنفوس وزرعنا وحصدنا عمرنا وجنينا ظلمة الدهر العبوس. وسقينا أرضنا من دمنا
ومنحناها لأرباب الكؤوس. أين تلك الأرض؟ هل حان لنا أن نراها أم ستبقى مغلقة؟ لم تزل فينا حنينا صامتا وابتهالا في شفاه مطبقة، والملايين حنين جارف يتلظى ورؤى محترقة. افتحوا الباب فقد صاح بنا صوت آلاف الضحايا المرهقة. صوتهم خشنه البؤس فما فيه دفء أو بريق أو ليونا، وحشاه الدمع ملحا قاسيا وشكايات وجوع وخشونا. صوتهم خالطه الصبر وكم قد صبرنا في شحوب وسكينة. لعنة الحس علينا إن يكن عدنا كالأمس أقيادا مهينا.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي بكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا.